على النهارده اقول لك عن مسلسلات مصريه انت لازم تتفرج عليها. اول مسلسل هكلمك عنه هو مسلسل ما وراء الطبيعه. المسلسل ده من انتاج نتفليكس ونزل سنه 2020، وطبعا بيحكي قصه دكتور رفعت اسماعيل. المسلسل مستوحى من روايات ما وراء الطبيعه للكاتب المعروف احمد خالد توفيق. بيحكي عن رفعت اسماعيل بطل الروايات وبدايه الاحداث معاه ازاي بدات وازاي دخل في عالم ما وراء الطبيعه اصلا، وتحول الشخصيه من شخص كونه بيخاف من اي حاجه لشخص ما بيخافش من اي حاجه. فلو انت ما شفتش المسلسل ده اتفرج عليه عشان انت مفوت على نفسك مسلسل عالي قوي. من هنا نروح لتاني مسلسل هكلمك عليه واللي معرفش ليه هو ما اتشهرش قوي بصراحه، وهو مسلسل زودياك. المسلسل ده نزل سنه 2019 وبيحكي عن مجموعه من الشباب اللي بيتصابوا بلعنه من لعنات الفراعنه. اللعنه دي بتصيب كل واحد فيهم حسب برجه الفلكي، زي فكره الحوت والعقرب والحاجات دي كلها. المشكله ان اللعنه دي ممكن توصل للموت، وكل واحد ببرج مختلف ليه طريقه موت مختلفه. فهل هيقدروا ان هم ينجوا من اللعنه دي او لا؟ ده اللي انت هتعرفه في المسلسل. فصدقني المسلسل ده اتفرج عليه ومش هتندم، لان هو مظلوم وما اخدش حقه قوي. ومن هنا نروح لاخر مسلسل هكلمك عنه النهارده، واللي هو يصنف مسلسل جديد لانه نزل في 2024. المسلسل ده بالتحديد ملهوش بطل محدد. المسلسل متقسم لقصص، وكل قصه بطلها اشخاص معينه. حاجه كده بتفكرك زمان ببرنامج من ارشيف المحاكم اللي كنا بنسمعه واحنا عيال صغيره في الراديو. فكره المسلسل ان هو بيعرض لك قواضي حقيقيه من المحاكم والاحداث بتاعتها وايه نتيجتها اللي كانت في الاخر. ده واحد من اعلى المسلسلات اللي نزل في 2024، وانت لو ما اتفرجتش عليه فانت مفوت على نفسك مسلسل حلو جدا. وبكده ابقى انا قلت لك على الثلاث مسلسلات بتوع النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو ده لاصحابك عشان هم كمان يشوفوا المسلسلات دي، وتابعني على اليوتيوب عشان بننزل مراجعات افلام وحلقات مختلفه خالص عن اللي بتنزل هنا. اشوفك الحلقه اللي جايه. سلام.